السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. بص بقى، طبق الكشري ده اللي معانا جميل جدا جدا، وحاجة خفيفة وحاجة جميلة. ده أحسن كشري مصري طبعا، أحسن والله العظيم وأنضف من بتاع المحلات. كشري المحلات الطبق عندنا هنا ب15 جنيه وب10 جنيه. طبعا الطبق اللي أنا عاملاه ده يساوي 50 جنيه 60 جنيه، ونفس الطلبات هي ونفس الحواج ونفس كل حاجة، وهعمله معاكم. وأتمنى إن شاء الله الفيديو دوم إعجابكم ويعجبكم طبعا. وأتمنى اللي أول مرة يخش القناة طبعا ما ينسينيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ما تنسونيش طبعا في التعليقات بتاعتكم الجميلة جدا جدا. ويلا بينا تعالوا اوريكم ازاي عملنا الكشري المصري بطريقة سهلة وجميلة. ادي بقى الكشري معانا. السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا اول حاجة كده، انا طبعا مش عاوزة اودر وقت وكده. انا ادي بعد كده حطيت الحلة على النار وخليت الزيت سخن. وادي الرز طبعا غسلاه وسبته لما نشف كده. ده اول حاجة عملتها طبعا الرز بتاع، ادي الرز. وبعد كده الحلة التانية انا حاطة فيها المكرونة. طبعا هي دي الطلبات اللي معانا. ده الحمص طبعا حطيته على النار. وادي العدس ابو جبة طبعا لسه هو طبعا مغلاش. هو العدس ابو جبة اصلا مش بيعوج، مش بيكمل حاجة. وادي المكرونة دي هي دي اللي بتبقى مكرونة جميلة جدا في الكشري. صراحة احنا بنحبها وبتبقى جميلة. انا هعمل الكيس كله. وعندي نص كيلو شعرية، وعندي طماطم، وادي برضو نص كيلو مفيش غيره برضو. ادي البصل، والرز طبعا نص كيلو برضو مفيش غيرها برضو. كيلو الرز طبعا كده زي ما انتم شايفين بنبتدي نحمر فيه لحد طبعا ما يتحمر كده تحميرة خفيفة. طبعا انا اسفة خالص على الصوت اللي كان. وادي كده ابتدينا نحمر الرز. طبعا انا غاسلة باقي الرز برضو. طبعا ونفضل نقلب كده الرز، هنحط له حتة ملح ابيض بس مش اكتر من كده ولا اقل. وبعد كده طبعا المية خلاص ابتدت تغلي تحت المكرونة. اهم حاجة اللي المية تغلي، اهم حاجة اللي المية تغلي في المكرونة عشان المكرونة ما تتهريش ولا يحصل لها اي حاجة. زي ما قلت لكم طبعا نحط حبة ملح ابيض. نفضل نقلب كده ليه عشان بس ما تتهريش مننا وكده. نقلب. طبعا المية خلاص ابتدت تغلي. خلاص انا كده هحط المكرونة. طبعا مش هكسرها ولا اجي عندها. هي طبعا اول ما هشم المية كل ده هينزل اهو قدامكم. انا ولا سرحت الفيديو ولا اي حاجة، زي ما هو كده على الطبيعة اهو. بصوا كده هي المكرونة حطيتها كلها بنفس الشكل ده. هبص طبعا دلوقتي هلاقيها اهو هي كلها اصلا هتنزل واحدة من غير انا ما انزلها. مكرونة يعني مكرونة يعني عجين، رز رز يعني عجين. وهفضل طبعا اقلب الرز كده لحد ما يديه لون خفيف كده. ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وادي المكرونة هي طبعا نزلت لوحدها خالص كده في المية. وهنروح بقى نبص على الشعرية.
هنعمل الشعرية وهعمل البصلة وهعمل العدس ابو جبة، طبعا هيكون طاب وحشته، والحمص طبعا هيكون طاب وحشته طبعا من على النار ما يقعدش لحد الوقت. وادي البصلة طبعا انا بص مقطعاها شرايح شرايح صغير صغير كده، دي مش انا مقطعاها يعني مقطع شرايح وبعد كده رحت مقطعاها تاني. ليه؟ عشان تبقى مقرمشة معايا. انا حطيت لها حبة دقيق مفيش غيرها عشان تبقى البصلة معايا مقرمشة بتاعت الكشري. انا مش مقطعاها كبير، انا مقطعة شرايح وبعد الشرايح رحت مقطعاها مربعات على ربع كده يعني. وايدي كده المكرونة خلصت، وايدي طبعا عملت الشعرية وايدي الصلصة وادي الرز وادي طبعا الضجة ام شطة. هي صلصة عادي بس انا بحط لها حبة شطة فبتبقى هي الضجة بتاعت الشطة. واتمنى ان شاء الله كده اللي الفيديو يعجبكم طبعا ويدوم اعجابكم ان شاء الله. وهبتدي كده طبعا هغرف معاكم كده. هعمل طبعا الحلة بشكل جميل بالشكل ده كده، وهجيب الطبق بتاعي وهبتدي اغرف. طبعا احنا الطبق الكشري عندنا كل واحد طبق، كل حاجة لوحدها بنفس النظام ده. المطاعم كده بتبقى كده برضو من بره بتبقى كل حاجة لوحدها. اما اللخبطيطة اللي الناس بتحبها لا طبعا. وهو طبعا كان طبق الكشري بتاعنا بصوا جميل ازاي، والله جميل جدا جدا. والسلام عليكم.